يا اهلا بالحبايب، عايزك كده تركز معايا في اول الفيلم لان الفيلم مليان حاجات كتير وتفاصيل كتير، وخليك معايا لحد الاخر واعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا نجري على طول. يلا نبينا نبدأ مع فولي، وهي كانت بتتغدى مع بنتها ومرة واحدة الباب بيخبط. وبعد كده بنتها بتفضل متراقبة الموضوع وبيبان على فولي انها متوترة، لكن بتفتح الباب. ولما بتفتح الباب بيدخل كده حبة رجالة وبتفضل واقفة بتتفرج عليهم وعايزة تعرف هما مين. بيقول لها انا راجل الدين وجاي ياخدك لان في حد قدم فيكي بلاغ انك بتتعاوني مع الشيطان، ولازم نعرف دلوقتي الدليل بتاعك. وبعد كده بياخدوها الرجال الدين. نرجع بقى للروين، وهي كانت نايمة ولا كأن في أي حاجة، وبيظهر لها الشيطان وبيفضل يتفرج عليها كده من بعيد، وهي بتحس بوجوده فبتقوم من النوم وبتلاقيه قدامها وبتقول له أنت بتعمل إيه هنا، وبيختفي على طول قدامها. وبتفضل في حالة من التوتر وبتكون خايفة، لكن بتفضل حبة كده وبتقول هو أنت موجود ولا اختفيت. وبيفضل حبة وقت بتلاقي المروحة بتتحرك وبتعرف ان هو موجود معاها، وبتضطر اللي هي تقوم من النوم كأنه هو بيستدعيها علشان يقعد يتكلم معاها حبة. وفعلا بتقوم من النوم وبتقول انا هسيبني من الحوار ده وهروح اكل، وفعلا بتطلع وجبة وبتفضل تفطر بيها. وهي بتفطر بتقول انا هطنش الحوار ده خالص، لكن هو بيفضل يتكلم في دماغها وراح مولع لها شمعة. وين ولع عليك شمعة؟ المهم فاضل بس للشمعة دي، وبتلاقي الشيطان بيقول لها كده كل حاجة تمام، كلي براحتك. وبعد كده بيطلع لها الشيطان وبيقول لها انت ليه بتهربي مني، انا هديكي كل حاجه وهتكوني قوتك وسلطتك ومال وكل حاجه بتتمنيها. لكن هي بتفضل كده مصدومه ومش بتحاول تتكلم معاه، وبتقول لي هو انت تقدر تعمل الحاجات دي تقليديه لاي حد؟ قال لها طب امسكي النار بايدك. مسكت النار وعرفت اللي هي تتحكم بيها، وبيقول لها ده جزء بسيط قوي من اللي هعلمهولك من قوتك السحريه، لان انت عندك قوه اكتر من كده بكتير. وبتفضل بتجرب النار وبتروح وتوديها وبتكون بتبان قوي انها مستمتعه، والشيطان بيكون فرحان لانه كده بالعربي بدأ يجيبها سكه. لكن سبرين بيدخل عليها وبيقطع عليها لحظه الفرح اللي هي فيها دي، وبيكون سقعان وبيقول لها انت تمام ولا في حاجه؟ يمكن بتكذب عليه وبتقول له ان كل حاجه تمام، لكن بيقول لها خلي بالك انا حاسس ان هنا في حاجه غلط، وحاسس ان الشيطان موجود هنا، هو جالك ولا ايه؟ لكن بتقول له لا. وهو بيلف كده بيحس ان في نفس غريب معاه، وهي بتبقى واقفه وبتتفرج وخايفه اللي هو يعرف ان في حاجه غلط هنا. لكن بالفعل بيقول لها لا، ده هنا الوضع غريب وكده الشيطان موجود هنا، هو ازاي دخل من هنا مع ان كل التعزيزات اللي موجوده هنا وعرف يدخل؟ ده حاجه غريبه جدا، هو الشيطان ده اتطور في حاجه اكيد معاكي تستدعيه وبتخليه يجي معاكي في اي وقت. اقلعي كده السلسله اللي معاكي والمفتاح. اول ما بتقلعها بيختفي الشيطان، وبعد كده هي بتبص بتعرف ان فعلا المفتاح ده بيكون ليه حوار كبير. وهو بيقول لها انا هاخده للاوضه وهفحصه مع صاحبتي وهنعرف ايه هنا اللي موجوده في السحر ده او بالمفتاح ده، لان المفتاح ده باين عليه ان وراه بلوه كبيره. وبيطلع لكن هي بتجري وراه بتقول له رجع لي المفتاح، انت مش هتاخد المفتاح ده مني، المفتاح ده بتاعي انا، ومهما لو عملت هقتلك وهقتل اي حد يجي يقرب هنا، انا بقول لك اهو. لكن هي بعد كده بعد ما بتهدى بتقول الشيطان بيتحكم فيا وانا مش بقدر اعمل له اي حاجه، الشيطان دلوقتي في دماغي وهو اللي بيتحكم في عقلي وبيتحكم في جسمي وبيتحكم في كل حاجه، انا مش هقصد ان انا اقول كده. لكن سيبرين بيحضرها وبيقول لها اهدي هنعرف نحل الموضوع ده كله مع بعض. وهي بتفضل تعيط كده وبيقول لها اهم حاجه انك تنفذي كلامي وانا هحاول اوفرك الحمايه باي طريقه، انا دلوقتي عايز منك حاجه واحده ومش هنرددها مع بعض. بعد كده هي بتبص له وبتثق فيه دائما، يعني هي بتثق فيه على طول، وبيقول لها هات المفتاح وبعد كده هنشوف اي سكه نحميكي بيها. ياخد المفتاح وبيمشي وبتكون روين واقفة في حالة من الحيرة. وبعد كده بننهي بقى الحوارات دي كلها ونرجع على طول لروين وتيسا وهما بيتكلموا في حوار اكبر من كده بكتير. ومن اهم الحوار ده تيسا بتقول لها ان في واحد بيهددني وعارف ان تاريخ عائلتنا وتاريخ العائله بتاعتنا، والاغرب من كده اللي هو معاه قلب ام كديري، وخلي بالك ان هو باين بيعمل عليها فحوصات وهيعرف يوصل لنا في اي وقت، ده عارف كل حاجه، ده حتى عارف تاريخ العيله. اهم حاجه انا عايز دلوقتي تستخدمي القوه بتاعتك وتعرفي انه فين. لكن هي بترد بتقول انا ما عنديش قوه، انا عندي حدث طبي وبعرف في الطب والجراحه، غير كده ما اعرفش اي حاجه. وهي بتوصلها بتقول لها لازم تحمينا او تعملي اي حاجه لان احنا كده مهددين. بتقول لها انا بقول لك ما عندناش حاجه، انا ما عنديش اي قوه املكها، انا كل اللي اعرفه الطب والجراحه وبس. وهي بتفضل تقول لها وبس. طب انت ايه اللي بيميزك وايه اللي بيخلي الكائن ده يلف معاك على طول؟ لكن هي مش بترد عليها. وبعد كده بتروح لمين؟ لعمها، وتقول له انا مستعده ابيع لك البيت وامشي من هنا خالص وما اشوفش وشك تاني. لكن هو بيقول لها انت مستعجله على ايه يا بنتي؟ اقعدي كده ونتكلم بالهداوه وبالراحه، وخلي بالك الاصل كده كده هاخده، انا معايا محاميين، بس انا عايز اقول لك على حبه حوارات. بتفضل قاعده قدامه بيكلمها في حبه حوارات، بيقول لها القوه معاكي عامله ايه؟ هل جمعتي القوه؟ طب الكائن بيطلع لك بيظهر لك
اي حاجه من الحاجات دي. وبيفضل يقول لها وبيلح بيقول لها لو حسيت باي حاجه غريبه يا ريت تجي لي، لان الكائن ده اتعامل معايا قبل كده واتعامل مع امك واتعامل مع جدتك، يعني بينا تاريخ مشترك. بعد كده هي بتبص كده وبتفحصه، لانه كان الشاي بيتهز منه، وبتعرف اللي هو عنده مشكله في الاعصاب، وبتقول له انت ليه مخبي الحاله بتاعتك دي وما رحتش لاي دكتور. لكن هو بيفضل كده متفاجئ قوي من جواه انها عرفت القوه اللي جواها، وعرفت انها تحلله بمنتهى، يعني حللته في دقيقه. بعد كده بتقول له انا هقف جنبك ومعاك، انت عايزني اعمل لك ايه؟ بيقول لها الحل الوحيد اللي انت تروح للشيطان ويعمل عقد ويعرف ينقذنا احنا الاثنين، غير كده مش هتعملي اي حاجه. قالت له انا عايز اتخلص من القوه اللي جواه وهتخلص من الشيطان. قال لها كان غيرك اشطر، لكن في واحده تقدر تساعدك، وهي الجده الكبيره، هي الوحيده اللي تقدر تساعدك. هي بتبص له تقول لها الاقيها فين؟ قال لها انا اللي هجيبها لك وانا اللي هدور لك عليها، وهنروح كلنا القصر وتخلصك من القوه دي، بس لازم حد تاني هو اللي ياخد القوه دي. وبيقول لها ان بنت عمتك هي اللي هتاخدها. هي مين؟ تيسا. بتقول له خلاص جهز كل حاجه وانا هكون معاك، بس انا هروح الاول لعمتي، هنتكلم في حبه حوارات وهرجع لك تاني. نرجع لسابرين وهو بيدي المفتاح لصاحبته، وبيقول لها انا لازم ادخل جوه المفتاح ده واعرف التفاصيل اللي هو جه منها او الحته اللي جه منها. عشان كده هو فاكرين اللي هو قال لها ان عيلتك من العصور الوسطى، هو هيرجع للعصور الوسطى. وفعلا بيدخل المفتاح وبيقول حبة تعويذات وعلى طول بينام. وبعد ما بينام بيظهر في وقت مش في وقته، وبيلاقي امهم الحقيقيه اللي هي فولي، انها مقبوض عليها من رجال الدين، ورجال الدين اتفقوا عليها انهم يعدموها، وبيتهموها انها اتعاملت مع الساحرات واللي هي بتتعامل مع الشياطين وغيره. وبيقول لها هي ولدت امك ازاي واختك ازاي؟ اكيد مش شياطين. وازاي بتعالج اي حد بمنتهى السهوله؟ اكيد من الشياطين. هي بتقول انا ما اتعاملتش مع اي حاجه، انا كل اللي بعمله طب وعلم، غير كده مش بتعامل مع اي حاجه او مع اي قوه خارجيه، والحاجات اللي انتوا بتقولوها ده مرض. وهوب وراح واحد ضربها بالطوبه، وبيقول لها انت عندك حالتين، لو اتحرقك هنحرقك، طلعتي حيه خلاص، اتحرقتي يبقى خير وبركه. وفعلا بتبدا الحكايه وسيبرين كل ده قدام انظار. نرجع بقى لروين وهي ماشيه مع عمتها وبيتكلموا في الحوار، وطبعا الشيطان بيطلع قدامها وبيفضل باصص لها كده نظرات تحدي، كانه بيقول لها مش هتعرفي تمشيني من حياتي. وعمتها لما بتقول لها هو طلع لك، بتقول لها اه هو وراكي على طول وسيبك منه، هو كده كده هيبص له وهيختفي. وبتبدا عمتها تكلمها على حكايه الشيطان، لكن مره واحده بتقف وبنعرف ان الشيطان بدا اللي هو يمسها، وبتقول لها خلي بالك الشيطان بدا ياثر عليا، لازم كده اللي احنا نروح لجدتك الكبيره عشان تعرف تحمينا منه، لان اي حاجه هنقولها هيبقى عنده علم، واللي احنا ولا هنتكلم لان هو عنده علم بكل حاجه. وفعلا بتيجي جدتهم الكبيره واللي هي امهم يعني او امه يعني حاجه في العيله كبيره، وهي روين بتفضل بصلها كده وبتكون خايفه تقرب لها، لكن بعد كده بتقرب لها وبتقول لها هو انت امك فولي؟ ده انتوا حواركوا حكايه، ده انت امك كانت بتدور عليك، تعالي يا بنتي ندخل عشان اعرف اتكلم معاك. وروين بعد كده بتدخل البيت وبتقفل، وكانت خايفه ترجع اساسا القصر ده، لان طبعا انتوا عارفين كانت مره اتحرقت فيه وكانت هتموت، وسيبرين حبيبها كان هيموت، وكل الكلام ده في الحلقات اللي فاتت، يا ريت ترجع تتفرج عليها. نرجع بقى لقصه روين على طول قبل ما تفوت مننا، وهي بتتفرج على منظر الاوضه اللي هي اللي اتحرقت، وبتقول ايه اللي حصل ده كله. وبعد كده بتنهج وبتنفخ وبترجع لجدتها، وبيفضلوا يتكلموا هما الثلاثه وبيحاولوا يقنعوها بقوتها، لكن هي بتكون مصره انها تتخلص منها. وقالت لها انا هتخلص منها باي طريقه حتى لو كلفني الامر. قالت لها خلي بالك انت لو اتخلصتي منها هتفقدي مهنتك انك طبيبه، لانك بتعرفي تفحصي اي حد لمده دقيقه. لكن بعد كده هي بترد عليها بتقول لها لا دي قوتي انا ودي حاجه خاصه بيا وده علمي. قالت لها مفيش حاجه اسمها علم، ده الكائن اللي جواك هو اللي بيحلل كل حاجه في دقيقه. قالت لها لا انا هقدر اعالج اي مريض واقدر اخلص اي حاله في ايديا. قالت لها خلاص اللي تاخدي راحتك، لكن خلي بالك احنا هنجيب ناس عشان نعرف نختارهم، المفتاح هيقع على مين او هو هيختار مين، بس خلي بالك مش عايز تداري عليكي اي حاجه، وفي حاجه عايزين نجيبها في البيت ده وهي شنطه جدك الكبير علشان نعرف نعمل الطلاسم. بعد كده بتبص روين لعمتها وبتقول لها انا كده كده هتخلص منه، اختارك انت اختار اي حد في العيله ماليش فيه، انا عايز ارجع حياتي الطبيعيه وخلاص. وفعلا بتاخدها جدتها وبتدخلها جدها الاكبر، وبتقول لها خلي بالك جدتك حاولت اللي هي تفك الطلاسم اللي هنا، بس الشيطان طلعها واداها على دماغها، باين قوي من المكان ده. حاولت اللي هي تعمل حاجه لكن فشلت. وبعد تدوير كتير بتقول لها لازم نلاقي العروسه المباركه. انا مش عارف عروسه ايه مباركه ايه، العالم دي محششه. المهم الروين بتلاقي كده حاجه وبتقول لها خلي بالك انا شكلي لقيت حاجه مفيده. قالت لها طب طلعيها انت لسه بتتكلمي في ده صندوق، وبتحاول تخرجه وبتقول لها ده تقيل جدا. قالت لها طب حطيه هنا كده عشان نعرف ايه اللي موجود فيه. وفعلا بتحطه وبنعرف اللي موجود فيه. قالت لها طيب تمام كده يبقى دي العروسه. وفعلا تفتح الصندوق وبتلاقي حبه هدوم. بتقول لها هو الهدوم دي بتاعت مين؟ قالت لها دي بتاعت جدتنا الاكبر اللي هي مين؟ فولي، اللي سيبرين دلوقتي منعاها. بتفضل تطلع كده وبتبقى فرحانه قوي لانها ماسكه حاجات جدتها اللي هي في العصور الوسطى، وبتطلع العروسه وبتقول لها هي دي اللي هنحبس فيها الشيطان. قالت لها مش هنحبس فيها، ده احنا هنجمعها وبعد كده هندفن الشيطان فيها وبعد كده هنرميها بعيد عشان محدش يتاذى منها، فهمتي ولا لسه؟
بيجيب لنا شكل الصوره، يعني انا مش عايز اقول العروسه دي. بعد كده جدتي بتقول لها لازم نحبسه ولازم ان انت تخططي، هو الشيطان دلوقتي انت محميه منه وهو مش عارف ان احنا هنعمل ايه. اهم حاجه تاخدي الحكايه دي وتدي لها كده ورقه او حجاب كده، انا مش فاهم ايه اللي بيدوها لها ده. وبعد كده بتقول لها لازم تربطيه في العروسه، ووقت لما هنقول الطلاسم، والطلاسم تتنفذ النهارده والتعويذه كلها هتتنفذ النهارده. كل اللي محتاجه منك انك تربطيها عشان تبقى كل حاجه بايديك. نرجع لصابرين وهو بيتفرج على محاكمه فولي اللي هي امهم الكبيره، وبيقول إيه اللي بيجري ده جواه، بيفضل باصص كده لكل اللي حواليه اللي هم مشجعين كده. يعني هيحرقوها، طلعت حيه يبقى هي مش هتتعامل مع الساحل، ماتت يبقى بتتعامل مع الساحل، عقليه اللي بيتعاملوا بيها دي الله اعلم. المهم بنلاقي بعد كده اللي هو بيقفل، وبنعرف ان القفص ده محمي من الشيطان جدا وما يقدرش الشيطان يدخل جواه. ده كان نرجع بقى لروين وهم بيتحاكموها، او بيقول لها جدتها يلا ادخلي بقى جوه الدايره، وبيفضلوا يبصوا كده في العروسه لانها بركه. بركه ايه ده؟ انتوا كلكم حشاشين باينكم ولا ايه الحكايه؟ بعد كده روين بتفضل بص لهم وبتستعجب قوي باللي هم بيعملوه، لانهم بيعملوا طلاسم غريبه واغرب من الخيال، وكل واحده بتديها للعيله، لان المفروض بعد الشيطان ما يخرج ويركب العروسه هيتم حاجه من حاجتين، يا اما العروسه يبعدوها بعيد، يا اما العروسه هتختار حد عن طريق مفتاح. المهم روين تفضل واقفه لهم، وبعد كده كله يبص لروين وبيقول لها ان دورك جه، وفعلا بتكمل الكلام اللي هي بتعمله ده، وفي الاخر بتديلهم القوه، وبتكون بتردد الكلام اللي هم بيقولوه وهم عاملين زي حلقه كده غريبه ولا مفهومه. نرجع بقى لفولي واللي هي مش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل لها، وسيبين بيكون واقف بيبص عليها وبيتفرج على الموقف اللي قدامه، وبتيجي بنتها بتناديها بتقول لها بعيد عن هنا عشان المكان هنا هيقلب في ثواني. وفعلا بيجي الراجل وبيفضل شمتان فوق امها وبياخد فوق بنتها وبيمشي بعيد. بعد كده نرجع لفولي وهي بدأت تردد في كلام كده مش مفهوم، وباين كده انها بدأت تعمل تعويذة او الاستدعاء للكائن او الشيطان اللي احنا عارفينه. بدأت في مرة في التانية في التالتة، وكلهم بدأوا يحذروا منها وبيقولوا انها بتستدعي الشيطان، وبدأوا يقول لهم خلصوها اوام. لكن بيجي الكاهن بيقول مفيش اي حاجة هتنفعك، وان كده كده ميتة كلها عبارة عن وقت. ومرة واحدة المكان بيهتز حواليهم والدنيا بتدخل كده في حتة غريبة، وبتعرف مرة واحدة انها تتحكم في واحد بدل ما يجي يحرقها يحرق كده مكان اي حاجة، ومرة واحدة النار تبشبك في كله. نرجع بقى لروين وهي بدأت تقول الطلاسم وتبقى جدتها حواليها وبتقول لها افضلي رددي الكلام كده لحد ما هتلاقيه اللي هو بقى معانا هنا. وفعلا كلمة في التانية، وكانت روين بتقول كلام كتير، وبعد كده تسا بدأت تعلى، وباين تسا كده انها عايزه الكائن ده ان هو يجي لها، وهي كانت ميته في حبه. وبعد كده بيحصل مره غريبه ان روين بتبعدهم كلهم، وبتيجي قوه بتبعدهم وبتقعد هي وبتفضل تردد كده في كلام مش مفهوم وهمهمه مش مفهوم، وهم بيبقوا خايفين منها لان كده التعويذه خرجت بره. ومره واحده عينيها بتتحول، والكائن بيجي يقول لهم انتوا فاكرين كده هتخلصوا عليا؟ ان انا هخلص عليكم كلكم، ده انتوا موتوا امها وانا عايزكم كلكم. وبعد كده بنرجع فولي وهي بتبص لكله، وبينها كده ان عرفت ان سيبرين موجود وعايزاه اللي هو يتفرج على كل حاجه. مره واحده النار بتولع في كل مكان، وبنلاقي مره واحده الكائن ده خرج. بنرجع لروين وهي بتتكلم وبتقول كل ده هيحصل مني انا. بعد كده نلاقي الشيطان طلع في دماغها وبيفضل باصص وبيفضل يضحك وكانه بيتريق، بيقول لها هو انتوا كده هتخلصوا عليا؟ ده انا اخلص عليكم دلوقتي لو عايز، لكن انا كلكم عايز اخدكم كلكم بالدور. اهم حاجه هو انت مش عايزاني ليه؟ مش عايزه تكوني ليكي قوه ليه؟ ده انت جدتك الاكبر كانت ميته فيا وانا بحبك، عايزه مني اي حاجه هعملها لك، لكن هي بترفض. لكن روين بتطلب منه ان هو يسيبها في حالها. بتكون روين قدامه وبتبص له قوي وبيقول لها لازم اللي انت تظهري للعالم بقوتك الحقيقيه، فكك من طبيبه الجراحه، ده انا هوريكي حاجات عمرك ما شفتيها. لكن هي بترفض الكلام ده، بتقول له ارجوك اطلع مني، انا مش عايزك اللي انت تكمل معايا وانا ولا عايز اكمل معاك. والشيطان فعلا بيحترم رغبتها وبيقول لها خلاص انا هطلع منك، لكن انت اللي هترجعي لي وهتتحايلي عليا، وبيختفي على طول من قدامها. وهي بعد كده بتبص قوي كده وحست ان في جزء منها بيطلع مره واحده، او حست انها مفتقده اي حاجه، بتفضل كده بتعيط حبه شويتين ثلاثه، ومره واحده لقيت اللي في حاجه عايز تخرج منها. وبعد كده بتفضل كده اللي هي تكح وبتفضل تعمل اي حاجه كانها بطنها اتكركبت يعني، ومره واحده بتطلع حاجه من جوه بطنها. لكن جدتها بتقول لها حاول ان انت تطلعي الحاجه اللي جواك، وبتطلع المفتاح، والمفتاح بيخرج اللي هو بتاع الشيطان اللي هو دخله في معدتها معرفش ازاي. وبعد كده المفتاح بدأ يختار واحد يبقى حوار العروسه ده طلع فيستك. بعد كده جدتها بتختار وان المفتاح هيشاور عليه هو ده اللي هيمسك زمام الامور، واحد التاني. المهم فضلت تلف كده كتير وراح جاي على مين؟ على تسا واختارها، وكل ده قدام نظرات روين. وبيبقى كده الشيطان يختار تسا اللي هي تكمل المسيره بدل روين، وبعد كده تاخدها. روين راحت خلاص وبتبقى مستعجبه اللي هو اختارها ازاي. وبتسا بتكون قوتها الخارجيه او الخرقيه يعني اللي هي بتخلي واحد يعني بربق. المهم بعد كده بتتفرج كده روين حبتين ثلاثه وبتتابع اللي حصل لها، وبتلاقي فعلا ان القوه
راحت من ايديها، وان ايديها اخدت شكل غريب، وانها خلاص ما بقتش بتقرا الافكار ولا بتدور على اي حاجه. وجدتها بتقول لها انت بخير، في حاجه حصلت لك؟ قالت لها انا رجعت بني ادم طبيعيه تاني، خلاص كده كل حاجه خلصت وانتهى الوضع. قالت لها كويس قوي، يا ريت بقى تحافظي على حياتك اللي جايه وتبداي من جديد. نرجع بقى بعد كده على طول لفولي وهي بتتفرج على الكائن ده بيطلع من النار، وبتكون مستعجبه لانها استدعت الشيطان، والشيطان فعلا بيتحرك. ومفروض ان سيبرين جاي في ذكرة المفتاح، لكن الشيطان بيبعده وبيجيله وعلى طول بيخليه اللي هو يدخل في حاله اغماء، وبيطير على طول على مين؟ على فولي عشان يبدا يتكلم معاه حبتين. والكل بدأ يتفرج، وبنلاقي راجل الدين بيقول له انا هحرقك هحرقك، لكن الشيطان على طول بيعلقه حرفيا وقال له تبقى تيجي جنبها تاني. وبتبقى فيلوي فرحانه قوي من اللي بيحصل، وسيبرين بيجي وبيقول لها هو ده اللي انت عايزاه، انا هخرجك من هنا، عايزك تفتحي الباب المفتاح ده لان انا مش هعرف افتحك، لان هنا في حبه طلاسم. ابدأي دلوقتي وهوريكي حاجات اول مره تعرفيها في حياتك. وفعلا فولي بتاخد الوضع، بتاخد الوضعيه وبتفتح وبتخرج له، وهو بيخرج لها بيقول لها يلا اخرجي واتفرجي هعمل لك فيهم ايه كلهم، كل اللي خانوكي عايزك تتفرجي وتتابعي. وبنلاقي سيبرين اللي هو محذوف على الارض ونام فعلا في الحقيقه، والسحابه بتقول له لازم تلاقي طريقك قبل ما تموت. وفعلا بتلاقي المفتاح اختفى مره واحده، ما نعرفش المفتاح ازاي وصل للوين ونورين وصل لفولي، دي حاجه غريبه. وبعد كده تسا بتلف حبه كده في الاوضه وبتكون فرحانه انها اخدت المفتاح، وبتحس انها بقى عندها قوه خارجيه، وبدات تتكلم قدام المرايه كانها بتستدعي الشيطان وبتقول له انا الجديده، انا اللي انت هتستعملني، وانا جسمي كله ليك. وبعد كده فضلت تتكلم حبه صغيرين وبيجي لها رساله. بنرجع بقى لروين وهي خلاص سابت القصر وسابت القوه الخارجيه وسابت كل اي حاجه ورجعت لحياتها القديمه، ودي كتعبير يعني اللي هي سابت كل حاجه. نرجع بقى للشيطان وفولي في الماضي، وبيقول لها هو ده اللي انت عايزاه، انا هحرق لك القريه دي كلها على بكره ابيها، كل القريه هتتحرق، كل اللي خانوك هيتحرقوا، كله هيموت، مفيش اي حد هيعيش، هو ده اللي انت عايزاه، انا ممكن اديك الباور، اديكي كل حاجه، اخليكي اكبر طبيبه في العالم، هخليكي كل حاجه، بس الاول عايز اخلف منك عشان نسلي يمشي في الارض. نرجع بقى للاخ ده وبيقول لها انت جيتي، انا كنت بدور عليكي. قالت له هو ده القلب بتاع ام فلورين؟ بيقول لها اه، بس انت على فكره طلعتي جميله قوي عن الحقيقه. بتقول له شكرا، ينفع اخد القلب وامشي؟ قال لها مش بسهوله كده يا حاجه. قالت له مش بسهوله؟ قال لها ده انا اجتمعت مع منظمه علشان نيجي نقبض عليكي، عشان نعمل عليكي تحاليل. بتقول له طب سيبني في حالي. قال لها مفيش حاجه اسمها كده، لازم نعمل عليكي تحاليل. يفضل تردد عبارات الشيطان عشان يجي ينجدها، لكن طبعا زي ما انتم عارفين بلح وبالفعل الشيطان ولا بيجي بينجدها، وهم بيقبضوا عليها وبيقفل معانا مسلسل لحد هنا. عايزك بقى تعملي لايك كده واشتراك وتفعيل زر الجرس، وان الفيديو اللي جاي او الحلقه الجديده هتنزل على قناتنا، وعايزك تتابع بعد كده الحلقات اللي فاتت كلها. كان معكم زياد خلف الله، اشوفكم في فيديو جديد، يا ريت تدعمني لاني تعبت جدا. يلا مع السلامه.